وانت بتدوري على مقشر لبشرتك هتلاقي منتجات مكتوب عليها مقشر فيزيائي ومنتجات تانية مكتوب عليها مقشر كيميائي. وعلشان انا بخاف على بشرتك هعرفك الفرق ما بين الاتنين في الفيديو ده. روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. المقشر الفيزيائي ده المقشر اللي بيبقى فيه حبيبات بتحسيها تحت ايديكي زي السكر او القهوه او الميكروبيدز اللي موجوده في المقشرات الجاهزه اللي موجوده في الصيدليه. بيشتغل ازاي؟ عن طريق الاحتكاك المباشر مع البشره بانك بتشيلي طبقه الجلد الميت بالاحتكاك مع الحبيبات دي. طبعا غير مناسب لاصحاب البشره الحساسه او الناس اللي عندها حبوب لان هو هيزود الالتهاب وكمان ممكن يسيب اثر، بس مناسب جدا لاصحاب البشره العاديه والبشره المختلطه وكمان البشره الدهنيه. بيتعمل مره كل 7 ايام، فتره كافيه قوي انك تشيلي الجلد الميت اللي اتكون في الفتره دي. ثانيا المقشر الكيميائي، وده ما فيهوش احتكاك ولا حاجه، بس هو عباره عن احماض لطيفه بتخترق الجلد وبتكسر الروابط اللي ما بين جزيئات الجلد الميت اللي على السطح، فبتقشر الجلد من غير ما انت تلمسيه، زي احماض التي سي اي والاي اتش اي والبي اتش اي. وكل عيله من دول تحتها مجموعه من الاحماض بتختلف على حسب عمق اختراقها للجلد ونوعيه التصبغات ونوعيه الجلد. ضروري جدا قبل اختيار المقشر لازم تسالي الطبيب المختص او الصيدلي، علشان خاطر لا قدر الله لو استخدمتي مقشر غلط ممكن يسبب لك حرق ويسبب لك نتيجه عكسيه. مهم جدا تستخدمي مقشر، بس الاهم تعرفي ازاي تستخدميه صح وازاي يكون مناسب لبشرتك. بشرتك مش زي بشرة حد، واللي يناسبك ممكن ما يناسبش غيرك. شاركي الفيديو عشان الموضوع ده مهم قوي، ولو عندك سؤال خاص ابعتيهولي على بيج الفيسبوك وانا هرد عليكي. خليكي ديفا، خليكي ليدي.